3 طلاب من مدرسة ويستالي كاي اختفوا خلال الشهر اللي فات، والبوليس كان بيدور عليهم في كل مكان. في ناس قالوا إنهم اتشافوا في المول المهجور على طريق 16، وغيرهم كانوا بيهمسوا عن عربية فان بتلف حوالين المناطق القريبة من المدرسة. أهالينا بدأوا يوصلونا المدرسة بنفسهم، والمدرسين بقوا يراقبوا الطرقات وقت الفسح، والإدارة قررت تعمل تدريبات إغلاق مرتين في الأسبوع احتياطية. أول حاجة لاحظتها ما كانتش وشه، كانت الريحة، ريحة نحاس وكيماويات كأنها فلوس معدنية متغطسة في كلور. مدرس التاريخ الأساسي بتاعنا كان غايب بقاله 3 أيام، والبديل اللي اسمه مستر روان طريقته كانت مختلفة عن باقي المدرسين. وهو بيكتب على السبورة كمه اترفع شوية وكشف عن بقعة غامقة كأنه حاول يغسلها بس ما راحتش بالكامل. كنت لسه مركز معاه بحاول أربط الأحداث ببعض لحد ما صوت إنذار الإغلاق دوا فجأة. الفصل كله تجمد. الصوت ده ما كانش صوت التدريبات الشهرية اللي بنعملها بروتين، كان صوت الإنذار الحقيقي اللي جربوه مرة واحدة بس، واللي معناه إن في خطر حقيقي ومفيش مهرب. كلكم تحت الديسكات، قالها مستر روان بهدوء غريب، ما كانش باين عليه أي اندهاش وهو بيقولها. وإحنا بنحاول نستخبى، لمحت من الشباك بتاع الفصل عربيات البوليس وهي بتدخل ساحة الركن بهدوء، والضباط بيستخبوا ورا العربيات أسلحتهم متجهزة. قلبي كان بيدق بسرعة جنونية، وعرفت إن الوضع مش تدريب، خصوصا إن عمي ظابط ودي مش تشكيلات تدريب خالص. لكن ماستر روان مشي بشكل غير طبيعي، ما قفلش الباب زي المفروض ولا طفى الأنوار، بل بالعكس سحب الستاير ببطء متعمد وهو بيراقب حركة البوليس من خلال الفتحة الصغيرة اللي بين الستارة والحيطة. فجأة ملامحه اتغيرت، حركة خفيفة حوالين عيونه، ارتعاشة بسيطة في زاوية بقه. عندها بس فهمت إنهم جايين عشانه. مديت إيدي على الموبايل لكنه مسك معصمي بإحكام، قبضته كانت قوية بشكل يخوف، حاجة ما تشبهش لمسة تحذير من مدرس. ممنوع الموبايلات يا هانا، همس بصوت خلاني شعري يقفو من الرعب. عارف إنك بنت كويسة، قالها بصوت هادي، وإحنا ما كناش حتى عملنا نداء الأسماء. إيده التانية طلعت من جيبه ماسكة سكين الصيد، مش صغيرة لكن واحدة تكتيكية مشرشرة طولها ما يقلش عن 6 إنش، النوع اللي الصيادين بيستخدموه لسلخ الغزلان. نور الفلورسنت انعكس على حدها وهو بيحركها ببطء. كلكم تليفوناتكم دلوقتي. صوته كان ثابت وهو بيجمع التليفونات ويحطها في سلة معدنية. لمحت تايلر من تحت مكتبه، فكه مشدود، وعرفت النظرة دي كويس، نفس النظرة اللي كانت في عينه قبل ما يكسر دراعه وهو نط من فوق جرف ميلر الصيف اللي فات. تحدي أهوج. هزيت راسي بشكل بسيط كأني بقول له متعملهاش. عارفين إيه اللي بيضحكني؟ مستر روان قالها وهو بيجمع التليفونات ويرميها في السلة، صوته فيه نبرة غريبة. قد إيه الموضوع سهل، تدخل بعلبة ملفات وابتسامة ومحدش بيشك ولا بيسأل، تقول بس إنك من مكتب المنطقة التعليمية، يسلموك فصل مليان عيال ولا حد يراجع ولا حد يتحقق. خرجت شخة ضعيفة من مكان ما في الفصل، لف فجأة ناحية الصوت، مناخيره اتنفخت بغضب. اسكتوا. صوته تغير، راح منه أي نغمة هادية، أو أخليهم يلاقوا حاجة تانية غير عامل النظافة. تجمدت في مكاني. مستر كيلر مفقود من يوم الاثنين. فجأة خبط حد على الباب خلى الكل ينط من مكانه. مستر روان. صوت مس رايلي كان مليان رعب. في لحظة واحدة مد إيده وخطفني، ضغط السكينة على رقبتي ووجهها بتهديد لباقي الفصل. عينيه مساحة المكان وملامحه كانت بتصرخ، أي حد يطلع صوت أبدأ بيها. من خلال النافذة الصغيرة في الباب قدرت أشوف ظل مس رايلي بس مش وشها. واضح إنها ما كانتش شايفة إيه اللي بيحصل جوه. بيخلوا الجناح الشرقي دلوقتي. لقوا. صوتها انخفض. فضلوا في أماكنكم لحد ما الضباط ينظفوا الممرات. لقوا إيه؟ قلبي بقى بيخبط في وداني بصوت عالي. كل الطلاب موجودين، قالها مستر روان بصوت ثابت. بمجرد ما مشيت الكرسي بتاعي طقطق. كنت اتحركت. لف برأسه وفجأة حدقت عينه متسعة بطريقة مخيفة، عناهي كانت سودة بالكامل. انتي اتحركتي؟ قالها بصوت طفولي غريب مليان رهبة. محدش المفروض يتحرك وقت الإغلاق. هجم عليا، شد شعري بقوة ورفعني من مكاني، والسكينة ضغطت تحت فكي. المعدن البارد لمس نبضي السريع. كلكم على الحيطة، أمرنا بصوت حاد. فجأة تايلر انطلق من وراء أحد المكاتب، ماسك رجل معدنية كان فكها من كرسيه، وضرب المدرس البديل في ركبته بقوة
طلع صوت كسره مرعب. صرخ مستر روان ولوح بالسكينة بجنون. الحد لمس دراع تايلر، فتح فيه جرح عميق، الدم سال فورا. لكن ده كان كفاية كتشتيت. استغليت اللحظة وضربته بالكوع في ضلوعه بقوة. قدرت أفك نفسي منه. كلنا عليه. اندفعت ناحية تليفون الفصل، ضغطت على زر الطوارئ وصرخت في السماعة: الغرفة 207، معاه سلاح، ده مش مدرس. ملامحه تغيرت بغضب قاتل. عرج وهو بيتجه ناحيتي، رافع السكينة لفوق. أنا قتلت ناس على حاجات أقل من كده، قالها بوحشية وهجم عليا. لكن تايلر انقض عليه من وراه. وقعوا سوا فوق المكاتب، تشابكوا، أذرعهم ودمهم وحقدهم في فوضى. باقي الطلبة أخيرا تحركوا. الخوف اتحول لاستبسال. بقوا يرموا عليه كتب، كراسي، أي حاجة تمنعه من الحركة. الباب اتفتح بعنف. ضابطين دخلوا بسرعة، أسلحتهم مرفوعة، أصواتهم متداخلة وسط اندفاع الأدرينالين في دمي. قبضوا عليه، ثبتوه، جروه لوقفته وهو بيتشد بعيد. لف وشه ناحيتي. المسافة بيننا كانت مجرد بوصات. ابتسم، ابتسامة مليانة تهديد، كأنها وجه موت منحوت من جلد حي. خبت أملي يا هانا. همسها بصوت بالكاد قدرت أسمعه، كأنها كانت موجهة لي بس. أنا عارف مكانك. أنت بتبقي ريحتك عاملة إزاي وأنت خايفة. زقوه لقدام، لكنه لف راسه وهو بيتحرك. شفايفه اتكونت ببطء على كلمتين: المرة الجاية. بعد كده عرفنا الحقيقة. سامويل كاتش كان راجل مطلوب في 3 ولايات بتهم جرائم ضد أطفال ومراهقين. خرج من وحدة نفسية مشددة التأمين من يومين بس، وترك وراه 3 عاملين مقتولين. حلقهم متقطع بنفس الطريقة اللي لقوا بيها مستر كيلر، عامل النظافة بتاعنا، مدسوس ورا السخان في أبو الجناح الشرقي. أما المدرس البديل الحقيقي فكانوا لقوه مرمي في شنطة عربيته على بعد 3 أميال من المدرسة. وبعض الليالي لسه بسمع الصوت الناعم لتاكا الكاتر. غيرت مدرستي، بس كل مرة يكون فيها مدرس بديل. ببص على كمه الأول،